ويتعين كذلك تسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر حسب البرنامج المحدد لها، والذي سيستهدف تعبئة أكثر من 1.7 مليار متر مكعب سنويا، وهو ما سيمكن المغرب في أفق 2030 من تغطية أكثر من نصف حاجياته من الماء الصالح للشرب من هذه المحطات، إضافة إلى سقي مساحة فلاحية كبرى بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد، وذلك على غرار محطة الدار البيضاء لتحلية الماء التي ستكون أكبر مشروع من نوعه في أفريقيا والثانية في العالم التي تعمل 100% بالطاقة النظيفة. ويبقى التحدي الأكبر وإنجاز محطات مبرمجة ومشاريع الطاقة المتجددة المرتبطة بها في الآجال المحددة دون أي تأخير. ولأن إنتاج الماء من محطات التحلية يستوجب تزويدها بالطاقة النظيفة، فإنه يتعين التعجيل بإنجاز مشروع الربط الكهربائي لنقل الطاقة المتجددة من الأقاليم الجنوبية إلى الوسط والشمال في أقرب الآجال. وفي هذا الصدد ندعو للعمل على تطوير صناعة وطنية في مجال تحلية الماء وإحداث شعب لتكوين المهندسين والتقنيين المتخصصين، إضافة إلى تشجيع إنشاء مقاولات مغربية مختصة في إنجاز وصيانة محطات التحلية. وهنا نؤكد من جديد أنه لا مجال لأي تهاون أو تأخير أو سوء تدبير في قضية المصيرية كالماء. شعبي العزيز، أمام الجهود المبذولة لتوفير الماء للجميع علينا أن نصالح أنفسنا بخصوص أقنعة وترشيد استعمال الماء، لأنه لا يعقل أن يتم صرف عشرات الملايين لتعبئة الموارد المائية وفي المقابل تتواصل مظاهر تدبيرها وسوء استعمالها. الحفاظ على الماء مسؤولية وطنية تهم جميع المؤسسات والفعاليات، وهي أيضا أمانة في عنق كل مواطن. إننا ندعو السلطات المختصة للمزيد من الحزم في حماية الملك العام المائي وتفعيل شرطة الماء والحد من ظاهرة الاستغلال المفرط والضخ العشوائي للمياه. كما ندعو بقوة المزيد من التنسيق والانسجام بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية، لا سيما في فترات الخصاص العمل على تعميم الري بالتدقيق. وفي نفس الإطار وجه الاعتماد برنامج أكثر طموحا في مجال معالجة المياه وإعادة استعمالها كمصدر مهم لتغطية حاجيات السقي والصناعة وغيرها. ونود أن نكون أخيرا على ضرورة تشجيع الابتكار واستثمار ما تتيحه التكنولوجيات الجديدة في مجال تدبير الماء. وفيما يخص الأقاليم الجنوبية للمملكة، فقد ساهمت محطات تحلية المياه التي تم إنجازها في النهوض بقوة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة. لذا نوجه بالتوفير محطة دخلة والرفع المستقيم مستقبلا من القدرة الإنتاجية للمحطات الأخرى، وذلك باعتماد على المؤهلات الكبيرة من الطاقات النظيفة التي تتوفر عليها هذه الأقاليم، وذلك بما يستجيب لحاجيات الساكنة ولمتطلبات القطاعات الإنتاجية كالفلاحة والسياحة والصناعة وغيرها. شعبي العزيز، إن الاهتمام بالأوضاع الداخلية لبلادنا لا ينسينا المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق. وفي صفتنا رئيس لجنة القدس عملنا على فتح طريق غير مسبوق لإيصال المساعدات الغذائية والطبية الاستعجالية لإخواننا في غزة. ومن نفس الوقت الالتزام والمسؤولية نواصل دعم مبادرات البناءة التي تهدف لإيجاد حلول عملية لتحقيق وقف ملموس ودائم لإطلاق النار ومعالجة الوضع الإنساني. إن تفاقم الأوضاع بالمنطقة يتطلب الخروج من منطقة تدبير الأزمة إلى منطقة العمل على إيجاد حل نهائي لهذا النزاع، وذلك وفق المنظور التالي. وهناك إذا كان التوصل على وقف الحرب في غزة أولوية عاجلة،
فإنه يجب أن يتم بموازاة مع فتح أفق سياسي كفيل بإقرار سلام عادل ودائم في المنطقة. ثانيا، إن اعتماد المفاوضات لإحياء عملية السلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي يتطلب قطع الطريق على المتطرفين من أي جهة كانوا. ثالثا، إن إرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة لن يكتمل إلا في إطار حل الدولتين تكون فيها غزة جزءا لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. شعبي العزيز، إن المساهمة في تنمية الوطن وفق الدفاع عن مصالحه العليا وقضاياه العادلة هي مسؤولية جميع المواطنات والمواطنين. ونود هنا أن نعبر عن اعتزازنا بالجهود التي تبذلها كل القوى الملحية والفعاليات الوطنية في القطاعين العام والخاص من أجل تقدم وتنمية البلاد. ولا يفوتنا أن نخصص بالإشادة والتقدير كل مكونات قواتنا المسلحة الملكية والدرك الملكي والإدارة الترابية والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية على تفانيهم وتجندهم الدائم تحت قيادتنا للدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره. كما نترحم بكل خشوع على أرواح طائرة الشهداء مع الأبرار، وفي مقدم مشدنا ووالدنا من عمان جلالة الملكين محمد الخامس والحسن الثاني أكرم الله مثواه. وخير الختام قوله تعالى: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الملكي السائد بمناسبة الذكرى 25 لعيد